عارف انت لما تيجي تتفرج على محاضره وتشوف المدرس او الدكتور وهو بيبني معاك السبوره واحده واحده، فيبقى نفسك كده تصورها وتذاكر منها في البيت. ويا سلام بقى لو السبوره دي بيبقى عليها المعلومات الزياده اللي بتبقى من السنين اللي فاتت وبنسبه 90% مبني عليها المنهج اللي انا بذاكره دلوقتي. ويا سلام بقى لما اجي احل اسئله ويطلع لي افكار جديده، الاقي حاجه كده تلمها لي كلها بحيث اعرف ارجع لها بسهوله وما انساهاش. فيبقى نفسك كده في حاجه تجمع سبوره المدرس اللي لما كل حاجه في حته واحده، والمعلومات الزياده والتاسيسيه اللي مش موجوده في الكتاب، والكلام اللي في الكتاب اللي المفروض هتذاكره، والافكار اللي طلعت بيها من الاسئله اللي انت حلتها. ياه لو نقدر نجمع الاربعه دول في حته واحده. وياه ليه؟ ما تيجي نشوف ازاي هنذاكر صح. السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ معاكم دكتور عبد الوهاب. كتير مننا بيستهلك وقت كتير جدا في المذاكره، وبيحس انه بيعمل مجهود جدا كبير في المذاكره، وفي الاخر بيلاقي المحصله قليله، وده بيسبب احباط لكتير جدا من الناس. وفي الاخر في وقت المراجعات بيلاقي الاسئله اللي هو غلط فيها وحصلها على مدار السنه نسي الافكار بتاعتها. ومش بس كده، لا ده الاساس نفسه اللي هو الشرح اللي خده في اول السنه بيكون نسيه حتى لو راجع اكتر من مره. ومشكلته كمان انه لما بيراجع بيحس ان المعلومه كانه بياخدها لاول مره. فباذن الله في الفيديو ده هنحل كل المشاكل دي. بس قبل ما نبدا لا تنسى ان تدخل في جروب التليجرام، مهم جدا، هتلاقيه موجود في اول كومنت، وده الخاص بثانويه عامه وخاصه علم علوم او الدفعات الصغننه اللي هتخش علم علوم. ضروري جدا 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 تدخلوا علشان هتستفاد. واختار بسيط جدا، معلش احب ابلغ بيه اخواتي الصغيرين ان حجز ماده الاحياء للثانويه العامه بدات على المنصه عندنا، وباذن الله دلوقتي بقى متاح من شرح وحل وروشتات الافكار والمتابعه والرد على الاسئله بتاعتك. وهيتم الاعلان قريب جدا جدا عن اولى ثانوي وثانيه ثانوي. وبالنسبه لكورسات الطب بي نوتيفايد بس عشان احنا بنجهز كذا حاجه ليكم، وكل ده تنويه فقط عشان في ناس كتير قوي بتعرف متاخر. فعشان تحجز تقدر تتواصل معانا بسرعه جدا عن طريق الرقم اللي هيظهر لك هنا دوت على التليجرام، مش واتساب، او على طول هحط لك في اول كومنت لينك الحجز المباشر للتواصل مع تيم دكتور هوبا. اللينك اهو. اي دفعه بقى من اولى ثانوي لحد رابعه طب، كل دول يقدروا يستفسروا عن اي حاجه، بحيث انك برضه لو سمعت الفيديو ده متاخر. وللتواصل معايا انا شخصيا او متابعه المغامرات اليوميه اللي بقضيها في السفر وفي المستشفى او حتى في اليوم العادي بتاعي، تقدر تكتب بس على اي منصه سوشيال ميديا دكتور هوبا وهتلاقيني اول واحد ظهر لك في البحث. نرجع بقى لموضوعنا ونبدا بسم الله. بص احنا هنبدا المذاكره بتاعتنا وهقول لك بالخطوات كده من اول ما هنبدا نسمع المحاضره لاخر معلومه بالنسبه للموضوع اللي انت هتاخده في المحاضره ده، ازاي هتلمه وتربطه ببعضه وتثبته في دماغك، وازاي حتى تعرف ترجع له بسهوله ومفيش ولا معلومه واحده تطير منك. اول مرحله وهي مرحله المحاضره. دايما وانت بتيجي تسمع اي محاضره حاول دايما 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 انك تبداها وانت فايق. انت دلوقتي وظيفتك ان انت طالب، ما ينفعش تروح الشغل وانت بتتاوب ونايم على نفسك. لو المدير شافك هيطردك كده في ترق، لا، لانك وانت نايم انتاجيتك بتبقى للصفر. فما بالك بقى وانت بتعمل كل حاجه بدماغك. فلو جيت تذاكر وانت اصلا خملان او نايم على نفسك، اعرف ان المحصله بتاعتك عمرها ما هتكون بالكفاءه الكافيه لاستقبال المعلومه ديت وتثبيتها. فدايما وانت بتسمع المحاضره تكون فايق. واحسن وقت للمذاكره على مدار سنين عمري، جربت كل الاوقات، احسن وقت ظبط معايا هو من الساعه 2 بعد قيام الليل كده وانت معدي على الفجر لحد الساعه 12 الظهر. انت بتحس ان اليوم بتاعك ضرب في 2 وتركيزك بيبقى في السماء، لان مفيش حاجه في دماغك غير اللي انت صاحيله مخصوص عشان تبدا تعمله. وانت بتذاكر دايما خلي معاك كوبايه قهوه او اي منبه عامه، واقفل اي حاجه من المشتتات. هتقول لي يا دكتور طب انا اصلا بذاكر من التليفون. هقول لك جميل، في خاصيه في التليفون اسمها وضع التركيز، ان انت لما بتيجي تعمل حاجه معينه مفيش نوتيفيكيشن يظهر لك، مفيش اي برنامج يفتح معاك، وفي برامج كتير بتقفل بتعمل لوك للابلكيشنز الثانيه، بحيث ان انت انا مركز في الحاجه اللي انا بعملها دلوقتي، لو سمحت ما تعطلنيش. لان انت عشان تستحضر دماغك وتبدا تخش في المود تاني دي لوحدها تلت ساعه. عشان كده اسوأ وقت بالنسبه لي انا على مدار سنين عمري، اسوأ وقت للمذاكره هو وقت البدايه. اول بس ما تدخلني في المود سيبني بثلاث اربع ساعات. ودايما وانا بسمع المحاضره بخلي قدامي ورقه بيضاء، ورقه بيضاء او ورق ابيض، وبشيل من قدامي اي مصدر مذاكره، الكتب والحاجات دي برميها كلها من قدامي. انا عاوز ورقه وقلم والمحاضره وخلص الحوار. وده ليه بقى؟ علشان حضرتك والمدرس وهو بيشرح هو اوريدي بيرشق المعلومه في دماغك. فدايما انا كنت بحب المحاضر او المدرس او الدكتور اللي كان بيبني السبوره قدامي واحده واحده، مش مجرد بيرزع لي البي دي اف. وخد البي دي اف لما يترزع قدامي ده اوريدي انت اديتهوني قبل كده وبنيته قدامي قبل كده، فده احسن حاجه في المراجعات. لكن في طريقه الشرح الاولانيه لما تيجي تدخل معلومه قدامك لاول مره، دايما احبها تتبني قدامي لانها بتتحفر جوه دماغي. وكل معلومه المدرس بيقولها زياده وبيكتبها على السبوره، انا كل ده باخده، مش هقول لك بنقوشه، لا، بعمله كده كروكي، اللي بفهمه بطبقه. فعلى ما اخلص المحاضره بلاقي الورقه او ورقتين بقوا مجرد تشوه محدش هيفهمه غير انا. اللي انا عملته هنا واللي انا عملته هنا واللي انا عملته هنا واللي انا عملته هنا، في الاخر كل ده هيتظبط وكل ده هترجع له وكل ده انت هتلمه. وده نيجي للمرحله الثانيه ما بعد المحاضره، وهي مرحله مذاكره المحاضره. شايف الورقه المعفنه اللي انت لسه مخلصها دي؟
خليها على جنب جنبك. هتجيب ورقه تانية برضو زي اللي انت عملتها دي او لوحه تعمل فيها نفس شكل السبوره اللي المدرس عملها لك، لكن هيبقى معاك المساحه افضل واكبر، لانك في ايدك انك تكبر الخط وتصغره، وتقدر تضيف برضه تفاصيل انت عاوزها. بدات تقراني صح؟ هتبدا في الورقه الكبيره دي تقسم العناوين بتاعه المحاضره اللي انت لسه واخدها. زي مثلا انت اخدت محاضره اسمها ملحقات الهيكل العظمي مثلا في احياء ثالثه ثانوي، الملحقات دي كانت ايه؟ غضاريف، اوتار، اربطه، مفاصل. يبقى كده انا عندي 4 عناوين وقبلهم عنوان اساسي وهو المعلومات الاساسيه اللي ليها علاقه بالعناوين دي، اللي هي الحاجات اللي لها علاقه باولى وثانيه اللي المدرس قالها لك في الحصه اللي انت كتبتها في ورقه معفنه جنبك كروكي. المهم كل عنوان من دول زي مثلا مسكت الاوتار، هغمض عيني كده وابدا اراجع مع نفسي الاوتار، وكاني كده بعمل فلتريشن لكل معلومه دخلت دماغي. انا لحد دلوقتي لا فتحت كتاب ولا اعرف ايه اللي عليا ولا ايه اللي مش عليا، انا كل اللي عليا ان السبوره اللي اتبنت قدامي بقت هنا، فببدا استرجع السبوره دي على ذهني لانها اتحفرت. فكل اللي انا بعمله ان انا باخد الحاجه المحفوره وابدا احطها عندي في الورقه، بس قبل ما اكتبها ابدا افتح المصدر اللي انا بذاكر منه اللي هو مصدر الشرح، كتاب الشرح، اي كتاب خارجي اللي هو بيتفر صفح ورا صفح ورا صفح، وتبدا تقرا الموضوع اللي انا لسه مفلتره في دماغي. هل انا نسيت معلومه؟ لو لا مبروك، انت بنسبه 100% في معلومات كتير قوي زياده عن المكتوبه في الكتاب، يعني انت دماغك فهمت تفاصيل التفاصيل اللي ما كتبتش في الكتاب واللي بالمناسبه هتساعدك كتير في الحل. طب لو نسيت موضوع علم عليه بهايلايتر اصفر، لانك بنسبه كبيره يا اما دماغك همشته، وطالما همشته من الاول فاعرف انها هتفضل مهمشاه، فدي نقطه الفوكس اللي هتركز عليها في الموضوع ده لانك دايما هتنساه، يا اما حضرتك اصلا ما سمعتوش في الحصه لانك كنت مثلا سرحان، وده وارد جدا. بعد ما هتقرا الموضوع هتبدا تمسك الورقه الكبيره والشكل اللي اتحفر في دماغك اللي هو شكل السبوره هتبدا تنقله في ورقه. هنمسك الاوتار اللي اتبنت على السبوره احطها قدامي في الورقه بس بطريقه الكتاب التفصيليه، لان المرجع الاول اللي هي الكتاب، ودي هكتبها بلون زي مثلا اللون الاسود، والمعلومات الزياده اللي المدرس شرحها لي اللي مكتوبه جنب في حته ورقه معفنه اللي كنت بسمع بيها المحاضره هبدا ازود واكتب بس باسلوبي. بعد ما اخلص موضوع مع موضوع مع موضوع مع موضوع، مبروك انت كده عملت سبوره في ورقه واحده فيما تسمى بالخريطه الذهنيه. ومرحبا بك انك تلم معلومات كتير قوي في ورقه واحده. هتفرق هتفرق ان انا الطريقه اللي انا عاوز اذاكر بيها اللي هي السبوره جبتها مع المعلومات اللي انا كنت المفروض اذاكرها في الكتاب مع المعلومات الاضافيه اللي اتشرحت له في الحصه، كل دول اتلموا معايا في حته واحده. لا هحتاج ارجع لمحاضره لان الاسلوب اللي انا حبيته كتبت بيه، ولا هحتاج ارجع لكتاب لان التفاصيل اللي انا كنت عاوزها اوريدي خدتها، ولا هبقى قلقان ان في معلومات فاتتني لاني مزود كل حاجه. ومبروك كده عرفت سر طريقه مذاكره دكتور هوب. وهنا اقول لك ايوه احنا ماشيين بالطريقه دي في الاحياء على المنصه، كل جزء بيتشرح ليه عنوان باجي بعده اعرف طلابي ازاي هتذاكروا، وبدل ما ياخد وقت في الخطوه الثانيه اللي هو يمسك عنوان ويعمله في خريطه واحده واحده، هو حب السبوره مبروك اوريدي انا ببقى مجهزهم في صوره خرائط ذهنيه يقدر هو يطلبها وتجيله لحد باب البيت. انت كمان تقدر تعمل زيهم وتنضم لينا للمنصه وتحجز الكتب والخرائط الذهنيه حتى لو انت مش على المنصه من اللينك اللي هحطه لك تحت الفيديو. وهنا ياتي السؤال، الخطوه الرابعه اللي انت قلت عليها الخبرات اللي هتطلع او الافكار اللي هتطلع من الحل، اللي هي الافكار الجامده اللي بتطلع من الاسئله، هنجمعها ازاي؟ وهنا نيجي للمرحله الثالثه يا عزيزي وهي مرحله الحل على المحاضره. دايما اعرف ان الحل اهم مليون 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 مره من الشرح. الحل هو انك بتاخد المعلومه الاساسيه اللي انت خدتها في الشرح ايا كان ايه طريقه الشرح وتبدا تلعب بيها بازل، واللغز اللي هتحله صح من اول مره مبروك دماغك جابته، لان المعلومه دخلت دماغك في الشرح بطريقه انت بتحبها وانت ثبتها بطريقه انت بتحبها وتعرف ترجع لها بكل سهوله. طب اللغز اللي انت ما عرفتش تحله حتى بعد ما عصرت دماغك، اوعى تنسى في الاول وفي الاخر ان هو لغز، والطريقه اللي انت هتحل بيها اللغز هتثبت معاه، فلو حليته لوحدك وطلعت الاجابه صح بعد معاناه مبروك انت خدت خبره، ولو ما عرفتش هتضطر ترجع لحصه الحل اللي هي مهمه جدا 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 جدا، لان هنا المدرس او المحاضر بيبدا يعرفك انت ازاي هتحل ده، وخد بالك انت حليتها ليه غلط، وخد بالك لو جات لك بطريقه ثانيه هتحلها ازاي، فبيبدا يطلع لك من الفكره اللي كانت مجعلصه في دماغك كذا فكره ثانيه، والفكره نفسها بسطها لك بابسط طريقه ممكنه. فدايما حل كتير واسمع حصص الحل، والعبره هنا مش بحل الاسئله الكتير، لا العبره هنا بحل الافكار الكتير. طب ما هو الاسئله الكتير فيها افكار كتير، هقول لك لا للاسف الاسيف معظم الكتب الخارجيه الاسئله فيها متشابهه، ومعظم الاسئله دايما هتلاقيها سهله، عشان كده دايما هتلاقيك دايما بتجيب 7 من 10، يعني 30% من الاسئله بس هي اللي بتغلط فيها، طب وال70% الباقيين متكررين، يا اما حليت السؤال قبل كده يا اما سؤال مباشر يا اما اسئله حشو، فالسؤال اللي انت هتاخد منه فكره فعلا هو السؤال اللي انت هتغلط فيه. كل ما هتغلط كتير اعرف انك بتتطور جدا في المعلومات، وبعد ما تغلط وتعرف طريقه الحل اجري جري على الخريطه الذهنيه بتاعتك وابدا ضيف
اكتب السؤال تاني او اكتب طريقه للفكره. يعني مثلا اكتب لو جات لك مش عارف ايه مع ايه تبقى على طول كذا لان كذا كذا كذا. انت هنا بتفسر لنفسك، وامسك الورقه دي ودبسها في العنوان اللي كان في الخريطه الذهنيه، سؤال مع سؤال مع سؤال مع سؤال، هتلاقي نفسك عندك الافكار كلها متجمعه في ورق مربوط بعنوان واحد انت ذاكرته في الاول بطريقه السبوره، وجمعت فيها الاساسيات اللي انت خدتها من المدرس وكل التفاصيل اللي في الكتاب اللي المفروض تذاكر منه، والافكار اللي انت حلتها اوريدي قدامك. حتى لو مكتوبه بخط ايدك، انت اوريدي معاك مذكره الشرح بقت معموله في خرائط ذهنيه، والافكار اللي انت خدتها بقيت عاملها في روشتات ليك. سامعك وانت بتقول بالنسبه للروشتات دي انت عامل لنا يا دكتور زيها؟ هقول لك اكيد طبعا، ودي معموله في كتاب ادرينالين. يعني انا عامل لك خرائط ذهنيه للشرح والروشتات موجوده في كتاب ادرينالين. طب هو ايه كتاب ادرينالين ده اصلا؟ ده فكرته هتفهمها من الكلام اللي انا قلته. انا قلت لك ايه، 30% من المعلومات اللي في الكتب الخارجيه هي اللي الاسئله عليا اللي فيها افكار، والباقي اوريدي يا اما حشو يا اما اسئله مباشره. طب ايه رايك لما اجيب لك الكتاب ده واشيل لك منه الحشو، الكتاب ده واشيل لك منه الحشو، والكتاب ده واشيل لك منه الحشو، هترسم معاك على ايه؟ هترسم معاك على الافكار الكويسه او الافكار النص نص. والعبره هنا مش بالاسئله المباشره، العبره هنا من الاسئله اللي هتقف قدامك او الاسئله اللي فيها افكار. انا بقى مسكت كل دول وجمعتهم لك في كتاب ادرينالين مع الروشتات، فبقى عندك الخرائط الذهنيه ودي اللي فيها الشرح والاساسيات بتاعت السنين اللي فاتت، تبقى لامم السبوره كلها في ورقه كبيره زي دي، ومعاك كتاب ادرينالين ده اللي بيكون فيه الروشتات والاسئله بتاعت الكتب الخارجيه النظيفه. ودلوقتي تقدر تطلب الاثنين مع بعض، والافضل برضه لان غالبا هيطلع عليهم عرض، وبيجي لك كده كده جوه البوكس معاك هديه. طب خلاص يا دكتور احنا كده عرفنا ان معاك الاحياء وتمام، هنخش معاك من المنصه ونجيب الخرائط الذهنيه ونحل معاك الكتب ومظبط معانا المذاكره وموفر معانا الوقت. وحبيبي ذات الراس المربع المائل الى الشبه المنحرف ذات اللسان المزفلط ولا يجد مقعدا سوى الكيبورد الذي ساجده في الكومنتات تحت كاتب لي انت عامل لي كل ده عشان تعلن عن الكتاب. ثواني بس عزيزي، هروح ارد على ذات الراس المربع وجاي لك. ثواني هرد عليك، تعالى لي هنا. بص فاتح لك فرح ابن العمده فوق اهو. الفيديو كله انا قلت لك فيه على الطريقه. المحاضرات تقدر تسمع اللي انت تحبه، والورق في السوق مفيش اكتر منه. امسك اي ورقه فاضيه واعملها لنفسك، وكتب الشرح امسك اشهر كتاب في السوق واعمل نفس الطريقه او حتى ما تعملهاش. وبالنسبه لو هتعملها على الايباد او لابتوب زي اللي انا بعملهم، فالجهاز اللوحي بتاعي يسمى ايباد 13 انش والبرنامج اسمه ذا جود نوتس، وبشتغل على اللابتوب بالوورد عادي جدا، تقدر تعملها لنفسك. وبالنسبه لكتب الحل امسك كتب الحل اللي في السوق كلها زي ما انا مسكتها. ها دي الطريقه وده وقتك اعمله. انت مش بتقدر وقتك، انا مقدر وقتي ومقدر وقت ناس تانية. قدامك تعمل ده وقدام ان انا اعرض عليك خدمات اوفر عليك كل ده. خدتها كنبي ما خدتهاش محدش ضربك على ايدك. تمام ممكن بقى اروح للتانيين. شكرا صاحب راس المربع. شايفين يا اولاد التفكير والرد الدبلوماسي؟ انتوا كمان اكتبوا لنا في الكومنتات تحت ايه رايكم في الطريقه، وخمن الفيديو الجاي هيكون عن ايه، لان احنا بناخد الفيديوهات من تخمينكم انتوا. وما تنساش يا صديقي العزيز العزوز ان النهايه واحده، فاختر الطريق الاكثر سلاسه وهون على حالك وتجنب المنحدرات وادفع نفسك بحلمك، لان في الطريق حلم لا تنساه، وكل ما تنسى هيجي يفكرك. وبكده نكون وصلنا لاخر الحلقه. الفيديو دوت حرفيا يعني اتصور على يومين، حصل حاله وفاه ورحنا وجينا وصورنا الصبح ولبسنا نفس التيشيرت وحصل بلاوي ومشاكل وصدمات وردينا على ذات الراس المربع. والمفروض الفيديو ده متسجل قبل لايف الجمعه. ايه لايف الجمعه اصلا؟ ما انت مش متابع. ما انت لو عامل لايك وسبسكرايب وفعلت الجرس وطلعت له قرنين هيجي لك اشعار بكل حلقه جديده بما فيها اللايف الجمعه بعد صلاه الجمعه على قناه اليوتيوب. ولو انت بتابع دكتور هوبا على منصات السوشيال ميديا زي تيك توك انستجرام فيسبوك، كان زمانك دلوقتي جاي تقول لي بقينا زمايل يا دوب. ما تنساش بقى مستنيك على المنصه، لينك التيم اتواصل معاه قول له بحبك يا تيم، فين العروض فين الخصومات، انا جاي عن طريق فيديو الخرايط لان كل اللي جاي عن طريق الفيديو ده هيتعمل له عرض وخاص، او انت يا هتفلح يا هتفلح. وتعود دايما انك تنهي اي حاجه زي دكتور هوبا اخيرا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. And as always be healthy and be safe. السلام عليكم.